الإطاحة بوليد العطار، صفقة الأهلي المنتظرة الصيفية، عقوبة فيوتشر من الاتحاد الأفريقي، الحرب الشرسة اللي دايرة بين بيراميدز وفيوتشر. بس بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخير نبدأ بيه الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله عليك بقى يعني بص بقى إيه لايك عشان خاطر أنا معايا شوية أخبار وشوية حركات كده، فبالله عليك ما تبخلش عليها باللايك. هقول لك حكاية قصة بس ما تبخلش عليها باللايك عشان عندي حاجات قلتها من زمان وبتحصل دلوقتي، فبالله عليك ما تبخلش عليها باللايك. هاخد لك حكاية بيراميدز وبيان بيراميدز الأول. بعد بيان بيراميدز وتصريحات بيراميدز اللي كانت قويه جدا والانسحاب من الكره المصريه والاستثمارات وي فالاتحاد المصري بيضغط على بريرا اللي هو رئيس لجنه الحكام الاجنبي بعدم الاستعانه بطاقم حكام مصريين والاستعانه بست حكام اجانب، حكم ساحه واثنين رايه وواحد مش عارف كام فار وواحد مراقب، يعني ست حكام كل حاجه للمباراه، عشان خاطر يرضوا نادي بيراميدز عشان خاطر خايفين على الاستثمارات اللي هي اصلا مش موجوده، وعشان بيراميدز ما ينسحبش، عادي ينسحب ما انسحبش عادي، يعني الدنيا شغاله عادي بالنسبه لي. وانا كجمهور من جمهور النادي الاهلي بقول لك يا عم لا، هات حكام اجانب عشان لما تتغلب ما تقعدش بعد كده تعيط. اللي قبلك قاعد يقول عايزين حكام اجانب وحكام مصريين لا، وجابوا حكام اجانب وخدوا على وشهم برضه. فيا ريت انت كمان يجي حكام اجانب وتاخد على وشك. في خناقه الوقت شغاله عليك ما اعمل لايك دلوقتي، في خناقه الوقت شغاله في لجنه الحكام. في فريق توفيق السيد ومحمد فاروق شايفين ان محمود معروف هو الافضل لقياده مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر. خصوصا بيقولوا لك ان هم يعني ايه الراجل دوت هو احمد الشناوي رايحين عمرو الشناوي انا اسف رايحين كاس العالم تحت 17 سنه، فشايفين ان المباراه زي دي تديهم ثقه اكبر انهم يعني بقى عندهم ثقه قبل ما يروحوا كاس العالم اللي هي تحت 17 سنه. فبيراميدز قال لك لا يا عم الحاج حاسب، بيراميدز قال لك لا اللي انتوا بتعملوه ده محمود معروف مين؟ ده محمود معروف ده في كوارث بينه وبينه، ده في مشاكل بينه وبينه، ده في مباراه بينه وبين فيوتشر معلش كان عامل كارثه محمود معروف لما طرد عبد الله السعيد وعبد الله السعيد ما طلعش وكمل المباراه وبعد كده وقف في المباراه وحصلت مشاكل. يقول لك لا يا عم محمود معروف مين؟ وده سبب برضو استبعاد اللي هو بريرا لمحمود معروف. لكن توفيق السيد ومحمد فاروق لا شايفين ان محمود معروف هو اقدر واحد بالمباراه. بس دلوقتي على في الحكام المتاحين دلوقتي عندك احمد الغندور واللي هو الحكم اللي هو القلاوي ده اللي هو ما شاء الله عليه حكم ستايل كده اجنبي والدنيا حلوه، وهو اقدر. انا شايف يعني طبعا رايي ملوش لازمه بس شايف ان هو اقدر واحد بالمباراه. ففي خناقه شرسه الوقت شغال. تعال اخدك على قصه كهرباء، خطه الاهلي لدفع غرامه الكهرباء. من 3 اسابيع انا قلت لك تاني يا بنت الكلب اللي اسمك خرا تاني يعني. طب اقعد هنا ما تتكلميش، مش عايزه تتكلمي خالص. وده خطه الاهلي لدفع غرامه الكهرباء. فاكر من 3 اسابيع او من شهر لما قلت ان الاهلي هيتعامل مع كهرباء كالاتي؟ خليك معايا بقى كده وركز واعمل لي لايك عشان الحمد لله الواحد سباق. واحد قلت لك يا سيدي تجديد عقد كهرباء ومجموعه من المميزات في عقد كهرباء تمام كده، والاهلي هيخلي كهرباء رقم واحد في ايه؟ في قائمه اللاعبين اللي هي بتعمل اعلانات، وده حصل. كهرباء عامل اعلانين وده شغال دلوقتي، بالاضافه لبعض محبين للنادي الاهلي اللي هم مين؟ رجال الاعمال هيساهموا وهيدعموا كهرباء في دفع الفلوس لنادي الزمالك. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الواحد قال الكلام ده من فتره، طلع الوقت الاعلام المصري وبرامج كبيره جايه دلوقتي تقول لك ايه؟ الاعلام كله شغال دلوقتي تجديد كهرباء، وبقول لك برامج كتيره طلعت دلوقتي تقول لك تجديد كهرباء في الوقت اللي انا قلت لك من شهر او من 3 اسابيع ان الاهلي هيجدد لكهرباء. فالاعلام دلوقتي شغال الاهلي هيجدد لكهرباء 4 سنوات، فبالله عليك بقى عشان خاطر كده ما تبخلش عليها باللايك، يعني لايك حلو. لا ده يا سيدي قصه كهرباء. اخدك بقى لقصه فيوتشر والغرامه بتاعت الاتحاد الافريقي. لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم تقرر رسميا، خد بالك عشان اللي بيحصل عندنا هنا اقسم بالله العظيم بص عالم مضحكه.
عالم ما تفهمش حاجه في اي حاجه، عالم على الله حكايتهم كده. لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم تقرر رسميا بعدم قانونيه مشاركه احمد رفعت مع نادي فيوتشر في الكونفدراليه الافريقيه بسبب عدم قيام نادي فيوتشر باعاده قيد اللاعب من جديد في يناير. فبالتالي قررت الاتي: ايه يا عم الحاج؟ اعتبار فيوتشر خاسر في 3 مباريات مش 6 زي الناس ما طلعت قالت لك 6. معلش بص انا بديك المعلومه، هتقول لا يا عم الحاج 6، ما انا هقول لك هم حاسبين بيراميدز، ما هو بيراميدز كسب فيوتشر عشان كده 3 مباريات. فبيراميدز لو كان فيوتشر كسب بيراميدز كان هيبقوا 9، فالخساره 3 مباريات اللي هم مين يا عم الحاج؟ بيراميدز واسكو كارا والجيش الملكي اللي شارك فيهم اللاعب ضد الجيش الملكي يوم 8 مارس. بص انا بديك بالتواريخ فبالله ما تبخلش عليها باللايك. واسكو كارا يوم 19 مارس وبيراميدز يوم 2 ابريل، زائد غرامه ايه بقى؟ 10,000 دولار على فيوتشر بسبب الاخطاء في التسجيل. ودي ادت فرصه لفيوتشر للاستئناف ضد العقوبه المقرره من الاتحاد الافريقي. يعني قالت يا عم فيوتشر احنا قلنا العقوبه ايه؟ عايز تستأنف؟ استأنف. عايز تستأنف؟ استأنف. نادي بيراميدز يسكت؟ قال لك لا يا عم الحاج انا مش هسكت. اسكت ايه؟ بيراميدز بيعلن الحرب على فيوتشر. بيراميدز قال لك لا يا عم بيراميدز خلاص المفترض ده خلاص دي تعاقب اهو في افريقيا واحنا مصريين مع بعض والدنيا حلوه، يعني ده احنا بناكل مع بعض عيش وملح. فيوتشر قال لك بيراميدز قال لك لا يا عم الحاج انا مش هسكت. اسكت ايه؟ ده انا عايز اوقفه سنه. عايز اوقفه سنه واحرمه من المشاركه في البطولات الافريقيه. طبعا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لانه طبعا هيقول لك عدم قانونيه المشاركه مع احمد رفعت في الدوري وبيراميدز برضه يخسر نقط عشان ينط هو الثاني وعشان الزمالك ينط بقى الثالث. بص لو شايف الحكايه صح قول لي. اصل انت يا عم بيراميدز خلاص انت عاقبته افريقيا، لكن انت عايز تعاقبه كمان محليا. عشان كده بيراميدز بيقدم شكوى ضد مين؟ ضد الاتحاد المصري وضد رابطه الانديه، وهيقدمها لوزير الشباب والرياضه، وهيتم التصعيد للفيفا. طبعا الفيفا هتقول لك ده شأن داخلي، هيروح للمحكمه الرياضيه. وده بقى ندل على شيء معلش يدل الاتحاد المصري ده في الطراوه. وليد العطار بالناس الحلوه دي كلها في الطراوه. هقول لك ليه؟ لان بعد ما بيراميدز قدم الشكوى طلع الاتحاد المصري بتاعنا المبجل قال لك لا القيد بتاع احمد رفعت ده سليم. انت بتقولوا ايه يا عم الحاج؟ القيد سليم وزي الفل. القيد سليم فين؟ امال الشكوى اللي قدمها بيراميدز والقرارات اللي خدها الاتحاد الافريقي والغرامه. يبقى انتوا كده على الله حكايتكم، يبقى انتوا كده ماشيه بالاهواء بالانتماءات، ماشيه بالانتماءات. ما هو مفيش. انت حضرتك بتقول ان هو سليم 100%. طب والقرارات دي اتخذت ازاي؟ ده ندل على شيء برضو يودينا لقصه سيف الدين الجزيري اللي اتلعب فيها. بص على الله حكايته اتحاد الكوره ده بيتدار ازاي انا مش فاهم. والله بيتدار ازاي انا مش فاهم. طلع الاتحاد المصري قال لك ايه يا عم الحاج؟ قال لك لا القيد بتاع احمد رفعت سليم، وتنزل بيان ولا احنا ناس 100 انتوا بتقولوا ايه يا عم؟ احنا ناس حلوين. بيراميدز قال لك يا عم فكك، الناس دي مش فاهمه حاجه ولا فاهمه لوائح ولا فاهمه قوانين ولا فاهمه. بيراميدز قال لك كده راح على طول على مين؟ على الاتحاد الافريقي. شاف ان اللاعب مش من حقه يشارك، راح مدي العقوبه على طول وقال فيوتشر عايز تستأنف اتفضل حضرتك استأنف. وعلى فيوتشر برضو معلش المفروض اللي فيه شؤون قانونيه فيه شؤون لاعبين، يعني معلش في مدير كوره في مدير مش عارف ايه، المفروض الحاجات دي ما تعديش. ازاي الحاجات دي عدت؟ هي دي بس الواحد نفسه يفهم. والله ازاي الحاجات دي عدت؟ فاكرين يعني بالفهلوه فهتعدي فالدنيا هتبقى عادي يعني؟ ولا عشان اتحاد الكوره حبايب مع بعضينا مشيله وامشيلك. هي كده مشيله وامشيلك. اتحاد الكوره ده كان بيفتح برضو القيد وزي ما قلت لك سيف الدين الجزيري افتكر كده برضو اتلعب في العادي بتاعه كهرباء
افتكر كده اتلعب في العقد بتاعه، اتلعب في العقد بتاعه. الاتحاد المصري على الله حكايته، ولا فاهم حاجه في اللوائح ولا فاهم حاجه في اي حاجه. بس احنا بس شاطرين بقى ايه، نقدم ازمات للنادي الاهلي، نقدم ازمات للنادي الاهلي. صفقه الاهلي المنتظره يا سيدي، الاهلي دلوقتي بيحضر للصفقات الصيفيه اللي جايه. هقول لك يا سيدي، نادي فوتشر عنده 2 لعيبه، عمر كمال عبد الواحد بقاله سنه، ومحمد رضا بوبو. محمد رضا بوبو الاهلي عايز يجيبه ايقونه، بس هيبقى تخمه في نص الملعب، انا مش عارف. بس الاهلي بيلعب دلوقتي على محمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد، برضه عمر كان بيلعب ناحيه اليمين. المهم عمر كمال عبد الواحد فاضل له سنه، فاضل له سنه. الاهلي هيسيب نهائي 3 لاعبين مقابل مين؟ مقابل عمر كمال عبد الواحد ومحمد رضا بوبو. من هم يا عم الحاج؟ هقول لك سعد سمير وكريم ندب ومصطفى البدري، مقابل محمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد. انا خلصت حكاياتي، لكن ما خلصتش بطولتي. بالله عليك زعاب الفيديو وتبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.